السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء. بهذا الفيديو الجديد اللي بإذن الله راح نلخص لكم أهم القرارات وزارة التربية وآخر الأخبار. طبعا متابعينا وطلابنا الأعزاء، هنالك عدد من الطلاب يسألوني إيش وقت موعد الاجتماع الخاص بتحميل سنوات الانتظار، ما هو موعد يعني إعطاء الدور الثالث وغيرها من هذه التفاصيل. طبعا بإذن الله خلال الأيام القادمة، يعني في الأسبوع المقبل، أنا ذاك الأسبوع ذكر طلعت أنه سنة عدم رسوب. هذا الأسبوع أيضا سيكون هنالك اجتماع لهيئة الري، وبإذن الله سيكون هنالك الأخبار. أما بخصوص العطل الرسمية إذا كانت ليوم غد أو لبعد غد، طبعا متابعينا وطلابنا الأعزاء، يوم غد هو يوم عطلة رسمية إلى جميع الطلاب في جميع المحافظات بمناسبة يوم النصر. وطبعا هذه العطلة هي عطلة رسمية ثبتت قبل سنتين، عطلة رسمية في جميع دوائر الدولة بمناسبة تخلص العراق من دنس الإرهابيين وغيرها من هذه التفاصيل. وهذا الشيء ليوم غد السبت فقط. أما بالنسبة ليوم الأحد أو يوم الاثنين، فلحد هذه اللحظة ماكو أخبار، لكن هو دوام رسمي بكل الأصناف بكل الدراسات بإذن الله. يعني يوم الأحد هو دوام رسمي إلى غاية هذه اللحظة، فقط السبت عطلة. قد يكون يوم الاثنين عطلة للأمانة، قد يكون يوم الاثنين عطلة، لكن إلى حد هذه اللحظة مثل ما بينا أنه هو يوم فقط يوم السبت هو عطلة. وبإذن الله في آخر أخبار راح تنزل لكم عبر قنواتنا التليجرام. تحياتي للجميع، مع ألف سلامة، شكرا لكم على حسن المشاهدة، تقبلوا تحياتي، أخوكم حسين القريشي.